راح ندير معكم بيتزا سائله بزاف سهله واللي مزروبه ديرها. هاد البيتزا بدون اختمار، وصفه بزاف سهله وكاين بزاف ما توصلهم وصفاتي. شوفوا الجرس اذا فعل ولا لا. هنا عندي 500 غرام فرينه، ملح، درت شويه زعتر، نصف كاس زيت او زيت زيتون، حبه بيض، نصف كاس حليب، كيس خميره حلوى. نخلطوهم مع بعض ونضيف الماء بالتدريج حتى تولي عندي عجينه سائله، ماشي سائله بزاف. دوك تشوفوا القوام تاعها. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الوصفات تاعي. كيما هكا نجيب صينيه اللي نحطو الفرن، ندير الزيت وندير العجين تاعنا. نجيبو كوباط ولا اي حاجه عندكم باش تسهل عليكم عمليه تاع العجين. كنت سخنت الفرن ديجا من قبل، دخلتها 15 دقيقه وبعد ما خرجتها درت الصلصه. كانت عندي وجدتها قبل. درت البصل، فلفل اخضر، جبن درته مع الصلصه باش يذوب لي، فلفل اخضر، ودرت اللحم مفروم. في الاخير زيت بالزيتون الاخضر، ودائما يقعد اختياري. رجعتها للفرن. انا كنت شعلها من تحت، طلعت الصينيه للفوق، باش عندي يشعل من الفوق ولا من تحت. ها هي بعد ما خرجتها جات هشيشه. ووصفه تانيك سهله، اللي يكونوا مزروبين يديروا هاد البيتزا بدون اختمار، يعني سهله بزاف. شوفوا كي جات عجينتها من الداخل، طابت من تحت. انا نبغيها شويه مجمره. وما تنسوش ديروا لايك. يعطيكم الصحه والسلام.